نجم الجماهير. اهلا بيك. وموقع اهلا.com. اهلا بيك وتحياتي ليك والاستاذ عبد الناصر الزاد. اهلا بيك يا محمد. احب اوضح بس في الاول انا بتابع الحلقه وبحب اوضح حاجه للاستاذ عبد الناصر ان شقيق صفوت حجازي اسمه محمد حجازي، وهو كان مدرب حراس مرمى في اكاديميه الاهلي 6 اكتوبر مع الكابتن ابراهيم عبد الصمد، وتم فصله من مدير الاكاديميه اللي هو الكابتن شوقي عبد الشافي بسبب ان هو تغيب عن التدريبات اثناء فضل اعتصام رابعه وهروب شقيقه من الحكومه يعني لحد ما اتقبض عليه. كان موجود في رابعه يعني. فهو تغيب عن التدريبات ثم تم فصله، فالاهلي فصله وخد اجراء سريع يعني. نعم. وكان برضه بسبب برضه كمان بجانب ان التغيب ان كان في حمله من بعض نجوم الاهلي زي كابتن محمد فاروق، كابتن محمد عماره، كابتن ياسر رضوان اللي هم نجوم الاهلي خدموا الاهلي وبعيدا عن تدريبات الاهلي، وان احمد ان اخو الشقيق صفوت حجازي ما عندوش فيه او احنا ما سمعناش عنه ان هو بيلعب كوره. فاهم تسبب ان احنا كنت انا حتى عامل في مال محمد فاروق وعماره. استاذ عبد الناصر بيسالك مال فاروق وعماره. ما كان الصوت واضح معذره يا محمد. كانوا معترضين على وجود شقيق صفوت حجازي في النادي الاهلي. معترضين. كانوا معترضين على وجود. انا بس وياسر ريان تقريبا. وانا بشكرك على تصحيح الاسم والمعلومه جدا. نعم. لا حبيبي ربنا يخليك يا عبد الناصر، بس انا حبيت اوضح دي برضه، وفي نفس الوقت عاوز اقول لحضرتك على حاجه. انا كنت حاولت يا استاذ احمد بعد ماتش الاهلي واورلاندو وانا مع احمد عبد الظاهر كنت عامل مداخله مع حضرتك، بس ما كنتش عارف اوصل للاعداد. النهارده عرفت اوصل له. كان احمد عبد الظاهر عاوز برضه اوضح حاجه عشان صعب الناس اتكلم في حته موضوع التنظيم الدولي والحاجات دي. موضوع احمد عبد الظاهر بامانه شديده والاستاذ عبد الناصر عارف ان انا واخد اتجاه ضد الاخوان مختلف معاهم طول الخط. حتى على صفحتي على الفيسبوك وكل الناس تعلم ذلك، بس انا كنت مع احمد عبد الظاهر. هو الموضوع ده من فتره كان جواه من ساعه ما احد قرايبه كان توفي في فضل اعتصام رابعه. كان الماتش الاولاني اللي الاهلي خسر 3 اللي اتطرد فيه كان هو مشغول بفضل اعتصام رابعه. بعدها في الماتش في الذهاب جنوب افريقيا كان هو حابب انه يعمل الاشاره دي، وساعتها كان في ضرب بيني وبينه حديث، وكان معانا زميلنا اسمه عمرو ثروت واتكلمنا معاه ونقول له بلاش. فهو حتى ما قال لي ان انا عملتها على استحياء. كنا ساعتها عاوز نعمل مداخله مع حضرتك عشان اوضح لك عملها على استحياء، وفي نفس الوقت هو كان عاوز يذكر الناس ان في ناس ماتت شهداء مش ارهابيين، والناس نسيهم وبيتعاملوا معاهم انهم ارهابيين. هو ده كان كل اللي جواه. هو قال لي ولا ايه مش فارقه معايا مرسي يرجع، مش فارقه معايا حكم الاخوان، انا كان اهم حاجه ان معايا شهداء. ده كان دي حاجه امانه قالها لي، حتى نزلت التصريح عندي على الموقع بالكلام ده نصا. وان هو حتى ما قدم اعتذار ان هو افسد فرحه الناس، وفرحته هو ان هو كان دايما بيقول لي انا نفسي اجيب جول في النهائي عشان التاريخ هيذكر اللي جاب جول في النهائي احمد. هو شاف اللي اتقتلوا هنا وما شافش الشهداء من الناحيه الثانيه؟ هو شاف بعين واحده او بربع عين؟ لا هو شاف بعين ان احمد كل يعلم مش هنخفي ان هو بينتمي لجماعه اخوان. وهو بقول لك ليه ابن خاله على ما اعتقد كان توفي في احداث رابعه. ما بيقول لي ان هو كان راح بس كان متعاطف، مش ان هو كان عضو في الجماعه يعني. بس هو حتى بيقول لك على الاستحياء، وهو كمان حتى كان استغرب من ان حتى مخرج انت عارف قناه الجزيره هو سبب ان عارف لو اي قناه ثانيه، هو حتى في درناش قال لو اي مخرج ثاني في مصر والقناه دي ما تذاعش في الجزيره ما كانش هيركز ويعمل على كلوز، كان هيركز مع فرحه الجمهور، ما كانش هيجيب ايزي. بس هو انت عارف ظروف قطر وتركيزها على مصر وان هي بتحاول تعمل اي حاجه، فهو دي كانت سبب معاناته برضه في الازمه دي. بشكرك شكرا جزيلا الزميل محمد دكر. في نص دقيقه انا برفض اعتذار احمد عبد الظاهر اللي كتبه في النادي الاهلي ورقيا عشان خاطر ماء الوجه لمجلس الاداره وجماهير الاهلي.